السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الأحوال. النهاردة هنعمل مع بعض كده، عندنا حنة. فهنعمل مع بعض صواني الحنة كده ونزوقها مع بعض. عملناها مع بعض قبل كده على القناة، بس حبيت ان انا اوريها لكم تاني عشان اللي ما شافهاش، لان هي كنا عاملينها من فترة طويلة. فقلت بقى هنعملها مع بعض كده ونجدد. زي ما انتوا شايفين كده مع بعض، احنا بشرين الصابون. بنجيب صابون وبنبشره. اعذروني. دلوقتي هوريكم ديت عجينة بنعملها، يعني بتبقاش ولا سايبة ولا برضو في نفس الوقت متماسكة. هي بتبقى عجينة اللي احنا بنلزقها على الصواني. علشان نلزق بيها الصابون ونلزق بيها الحاجة اللي احنا هنعملها. زي ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي اهيت. وهتشوفوا السمك بتاع العجينة اللي احنا هنعملها. عقبال عندكم كلكم يا رب، ربنا يفرح الجميع. اهو ده الصابون اهوت. جبنا 3 الوان، اللون اللبني واللون الفوشيا واللون النحاسي ده. وبشرناهم. وده سمك العجينة اهوت زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دلوقتي بقى بنجيب الصواني، اي صواني انت عايزاها، مدورة، قلب، مربعة، على حسب الشكل اللي انت عايزة تعمليه. وبندهن حواف في الصواني كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده بالعجينة. سر المهنة. وهنشوف دلوقتي احنا بنعمل كده ليه. هنجهز الصواني بتاعتنا كلها كده. لو وصلت معايا لحد هنا بقى، ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنعمله، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا، عشان القناة تكبر بيكم وليكم. اهوت زي ما احنا شايفين مع بعض. بدأنا ان احنا نجهز الصواني بتاعتنا كلها على اساس ان هي تبقى جاهزة معايا. ما تعبش نفسي ان انا يعني مثلا اشتغل وايدي تبقى فيها صابون وبعدين ارجع احط ايدي في العجين. لا، احنا بنجهز الصواني كلها ونشغل الصواني كلها وبعدين نبدأ شغل في الصابون. اهوت كده احنا دهنا الصواني كلها بتاعتنا. بنبدأ بقى ان احنا نجيب الصواني ونحط عليها بقى طبقات. الطبقة اللي انت عايزة ترصيها بقى، مثلا عايزة الطبقة النحاسي فوق، الطبقة الفوشيا فوق، الطبقة البامبي فوق، اللبني فوق، الطبقة اللي انت عايزاها. الرصة بقى على حسب ذوقك انت وعلى حسب اختيارك. فاحنا ديت المدورة ديت احنا معانا 3 قلب، ومعانا اللي هي المدورة ديت اللي هيتحط فيها الحنة. تمام. فانا دلوقتي جهزت ديت باللون اللي هو البامبا. عشان هحط ديت، هتبقى دي الطبقة اللي هتبقى على الوش زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. هبدأ ان انا اجيب دلوقتي بقى الصواني القلوب بعد ما خلصت الصينية المدورة اللي هي اول صينية هتبقى على الوش فوق. في نفس الوقت برضو هبدأ احط بقى اللون اللي هو النحاسي او اللون الالوان المتوفرة عندك، لون الصابون المتوفر عندك براحتك. اهوت بتتلزق معاكي بكل سهولة جدا. العجينة بتبقى سهلة. بتمتص الصابون على طول، فبيدي شكل جميل جدا وبتبقى شكلها في منتهى الجمال والله يا جماعة. وما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت تبقى حاجة كده لأي عريس أو أي عروسة مبهجة كده. دي الصينية التانية اهيت جهزناها باللون ده. ودي الصينية التالتة يعني نحط عليها اللون اللبني. والصينية اللي هي التالتة اللي هي القلب التالت هنعملها بقى تشكيلة مشكلة كده من الألوان دي، من اللون اللبني ومن اللون الفوشيا ومن اللون النحاسي. هنلم بقى الصابون باقي معانا ده كله.
مش لازم صابون، ممكن اي حاجة تانية يعني. ممكن لو عندك اللي هو عارفين انتوا القصاقيس اللي هي الصغيرة ديت، اللي هي بتبقى من الاكياس اللي بنزوق بيها رمضان في الشارع، ممكن تستخدموها. ممكن اي حاجة عندك يعني عايزة تستخدميها ورق، تقصقصي قصاقيس كده صغيرة وتستخدميها برضو ما فيهاش اي مشكلة. ممكن اكياس صغيرة تقصقصيها وتستخدميها. ديت بقى التشكيلة اللي هو البواقي خدناه كله قلبناه مع بعضه، وهنخلي الصينية دي تبقى مشكلة كده من البواقي عشان ما نرميهمش، وفي نفس الوقت عشان ما نبشرش اكتر ويتبقى. لا هنستخدم الباقي معانا ده كله. يا رب الفيديو بقى يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. اهوت كده احنا خلاص يعتبر جهزنا الصواني بتاعتنا كلها هنا وانا خلاص احنا دلوقتي بقى اهوت بنلزق كل صينية وصينية برضو بالعجين، وبيطلع يا جماعة في سهولة، ما يعني محدش يستصعب اللي هو ممكن يبقى ينشف والكلام من ده. لا هو مجرد ما بيجي ويتحط في مية كل ده بيبوش وبيطلع عادي بكل سهولة جدا. دلوقتي الطبقة ما بين الطبقة والطبقة كده احنا بنحط عجين علشان نلزق الصينية اللي بعدها، علشان ما تقعش ولا تفك ولا الكلام من ده اي خالص. فانا دلوقتي بلزق الطبقات كده زي ما احنا شايفين. بعدين بقى هحط عجين كده في النص عشان احط الصينية اللي هي المدورة اللي احنا عملناها في الاول، اللي احنا قلنا هنحط فيها في قلبها الحنة. وانا نسيت اصور لكم الحنة وهي بتتعمل. الصراحة بتتعمل بكل سهولة جدا. احنا بنعملها هنا بدم الغزال. بنجيب الحنة اللي هي الخام النضيفة، وبنزود عليها دم الغزال، وبنزودها بقى. عايزة تعجنيها ممكن بشاي، مية شاي، ممكن تعجنيها بمية عادي ما فيهاش اي مشكلة. ديت بقى انا شفت ان في حتت يعني باينة اهي اللي هي الفوارغ ديت. هبدأ ان انا ظبطتها وحطيت عليها برضو صابون اهي الحنة بتاعتنا هي الجميلة. هنبدأ بقى نفردها في قلب الصينية اللي معانا ديت. بيبقى في حنة تانية بتبقى عشان الأطفال، انتوا عارفين ان الأطفال بتحب الحاجات ديت وبيحبوا ياخدوها والكلام من ده. بس ديت بقى بتبقى زي زينة كده بتتحط جنب العريس اهوت. دلوقتي بقى معانا اللميع ده، هنبدأ بقى ان احنا نزوق بيه وش الحنة كده قبل ما بنحط الشمع فيها. هنعمل كده بقى كام شكل كده من اللي احنا معانا كام لون. معانا اللون اللي هو الفضي، ومعانا لون احمر، وكان معانا لون ازرق. هنبدأ ان احنا نوزع كده اي شكل انت عايزاه، الشكل اللي انت تحبيه وزعيه وارسميه. ممكن تعملي اسم العروس، ممكن تعملي اسم العروسة لو هو عروسة، لو هي عروسة ممكن تعملي حروفهم اللي انت حابة تعمليه اعمليه. اهوت معانا اللون الازرق برضو هنكمل بيه كده. لو وصلت معايا لحد هنا بقى ما تنسيش الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا اللون الاورنج ده برضو. اللون الاحمر ده بقى هنعمل بحرف العريس اهوت. هو العريس كان اسمه احمد، هنعمل الحرف بتاعه حرف الايه. هنبدأ نعمل حرف الايه دلوقتي، حرف العريس، علشان نعمل دلوقتي بقى خلاص. شايفين لازم الاستاذ دودو يحط بصمته في اي فيديو معانا يا جماعه. لو ما حطش البصمه بتاعته اهوت. هنحط بقى الشمع بتاعنا. الشمع ده بنولعه بقى بنشغله
يفضل بقى طول الحنة شغال ومنور كده. وده كان طريقة التزويق الصواني بتاعت الحنة. يا رب تعجبكم. استاذ زودو منور الدنيا. كان عايز ياخد التليفون هو يصور. ده بقية اللميع بقى نبدأ نزوق بيه الصينية كده. ايه رأيكم بقى؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى واخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.